مساء الخير مع الوزير. اتفضل. مساء الخير يا محمود. ازاي صحة ستك يا فندم؟ الحقيقه انا مشفق على الاخ العزيز ورفيق النضال عبد اللطيف المناوي مما يتحمله من عبء لمحاوله لابراء ساحه الاعلام. انا عايز اقول حاجه واحده بس. كل ما حدث منذ ان بدات من يوم 23 حتى ان تقدمت باستقالتي بعد ان اعلن تخلي الرئيس مبارك عن مسؤوليته كرئيس للجمهوريه هو مسؤوليتي اولا، واتحمل المسؤوليه كامله امام ثوار التحرير وامام شباب مصر وامام الوطن وامام التاريخ. هيجي لحظه وفي تلفزيون بلدي ولكن مع محاور اخر ينتمي للتلفزيون ولا يتبرأ منه يا استاذ محمود. انت تعمل في تلفزيون مصر وتتقاضى اجرك من اتحاد الاذاعه والتلفزيون وتتبرأ منه. وانت حرصك على شعبيتك وشهرتك وجماهيريتك كان اكثر حرصا على انتمائك للمكان اللي بتاكل منه عيش. تمام معالي الوزير. وحرصك على ان عقدك يتزايد كل سنه من 7 مليون ل 9 مليون كان ل 15 اكثر بكثير. مليون. ان شاء الله 15 مليون هتوصل لهم قريب. ان شاء الله يا معالي الوزير. وكنت بتتباهى بعدد الاعلانات بقدر ما تتباهى بانك عشان معالي الوزير انا باخد اللي حكم اللعبه. لا عشان استناني بس معالي الوزير. الاعلان وليس الاعلام. يا معالي الوزير يا معالي الوزير لا مش هسمعك للاخر. لا ارد على سيادتك واسمعك. ارد على سيادتك واسمعك. حاجه واحده بس. انت نفسك قلت لي اكتر من مره ان اتمنى ان ادير حوار مع الرئيس مبارك، ويا ريت تسمحوا لي ان انا ادير حوار مع الرئيس مبارك. ولو انا قدرت حوار مع الرئيس مبارك هقدر اوصله للجماهير بصوره افضل بكثير من عبد اللطيف المناوي ومن اخرين لان هقربه للناس. ما حصلش. وازاي انتوا لما تحبوا تجيبوا جمال مبارك وتقربوه للناس تجيبوا اخرين ما تجيبوا لنا؟ ما حصلش. سيادتك قلت لي في مكتبك هذا الكلام سيادتك اكتر من ده مره. ما حصلش. ده ما حصلش. هذا ما حصلش. الكلام حصل ما اكتر من حصلش. مره وهناك شهود عيب عليه. يا سياده الوزير. عيب. هذا الكلام حصل اكتر عيب. من ما مره. حصلش. وريني شهودك. هذا الكلام وريني اكتر شهودك. من مره حصل. انا اتحداك يا سياده الوزير. انت قلت لي 100 مره. انا قلت لجمال مبارك والرئيس مبارك لو عايزين تبرئوا صحتكم اعملوا حوار مع محمود سعد، وانا قلت لك المساله ما تفرقش معايا لان الحوار مع الرئيس ما بينجحش مذيع، لان الرئيس قابل مليون مذيع وما نجحهمش. سياده الوزير ما تقولش كلام مش صحيح. لم يحدث ذلك. لا يا سلام وانا صدقك ان تدير حوار مع الرئيس مبارك. اوكي مع الوزير. انا مش هذا امر. مش على كل الناس على كل حال قدام الناس كلها على كل حال. وانا بسمع من ال 80 مليون ان انا بقول لك انا مشفق من ما يحدث الان من حوار ومن محاولات من الاستاذ عبد اللطيف المناوي ان هو يقول ان هو تحمل المسؤوليه وحده. تحملناها معا وكنا رجاله وبيتنا صاحيين 23 يوم وكنا رجاله. وفي يوم من الايام هحط قدامك وهحط قدام الناس كلها مخطط اسقاط ماسبيرو ومخطط اسقاط البيان الاول من ماسبيرو، وانا مش في حل دلوقتي لظروف كثيره ان انا اتحدث عن امور كثيره. طيب ولكن طيب. اللي انا بقوله النهارده ده معالي الوزير. اللي انا بقوله النهارده معالي الوزير ان احنا النهارده هناك تحول حصل في مصر. هذا التحول نحترمه جميعا. هذه الثوره، وقلت قبل كده ان انا قعدت مع الشباب وكنت اول واحد قعد مع الشباب واول واحد نقل صوت الشباب. ولكن فكره النهارده ان كان هناك عناصر اخرى بتتحرك في جانب اخر لاستغلال ثوره الشباب. وعلى فكره انا بعض الشباب قالوا لي حاجه، احنا كنا بنبقى قاعدين وبنمارس هتافاتنا وبنعبر عن راينا نفاجئ بعناصر اخرى جايه لينا وكنا بنرفضهم وكنا بنقول لهم ابعدوا عننا لان دي ثورتنا. الشباب دول رجعوا علشان ميدان التحرير ما تاخدوش قوه اخرى وتختطفوا منهم وهم موجودين ويشهدوا بذلك. وقالوا ان هناك من يحاول اختطاف ميدان التحرير مننا، وميدان التحرير هو مكان ثورتنا والمكان اللي احنا عبرنا فيه عن راينا. وكنت متفهم تماما دوافعهم ان هم ينزلوا واحترمت هذه الدوافع. بص يا معالي الوزير النهارده ان احنا في زمن نخرج كلنا نفتعل بطولات نفتعل بطولات. انت لم تكن سائر انما هم كانوا ثوار. نفتعل بطولات. مين قال لك ان احنا فتعلنا بطولات؟ انت كنت قاعد بالبيجامه واحنا نايمين وحاطين طبقات تحت مخدتنا عشان نحمي مبنى سيادي. لا عشان تتوهوا الشعب. كويس. وانت كنت قاعد بالبيجامه عشان تتوهوا الشعب يا معالي الوزير.
لا مش عشان لا. نحول الشعب، ده اللي انتوا عشان عملتوه، نحافظ، ده اللي عشان عملتوه نحافظ معرفه على الشعب القسم. كله، مش معرفتي أنت انا لم بس، تقسم. مش رايي احنا لوحدي. اقسمنا، مش رأيي الفرق لوحدي. الفرق بيني وبينك حاجه واحده بس، انا اقسمت يمين، انت لم تقسم يمين يا محمود. انا بيني وبين شكراً ومع نفسي السلامة. القسم يعني على كل حال انا مش هرد على معالي الوزير لان هو يبدو منفعل جدا وقال كلام ما يصحش انه يتقال، لكن مش مشكله.